طبعا الفيفا ادتنا سنه استثنائيه نظرا لظروف الاحداث اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي. بس لما جيت انا مسكت لجنه تطوير مع مجموعه من النجوم الكبار الموجودين في الكره المصريه، وعملنا وقعدنا. كان الهدف الاول بالنسبه لنا هو لائحه تراخيص الانديه لاقامه دوري محترفين، ودي لها شروط كثيره جدا. شروطها طبعا الاستادات، شروطها فصل كره القدم عن باقي الانشطه اللي موجوده. تمام. شروطها ان يكون عندك شخص واحد مسؤول عن قطاع كره القدم امام لجنه الانديه، امام الاتحاد المصري، هو المسؤول فقط لا غير. فصل قطاع الناشئين من نفس الموضوع، شركه مساهمه، الفصل المالي بالنسبه لتراخيص الانديه. عملنا المشروع وقدمناه، وكان مشروع في رأي شخصي. يمكن بعض الكتاب الكبار الموجودين في مصر كتبوا عن المشروع بشكل أكثر من رائع، ولكن فوجئت أثناء عرض المشروع، وانا ما اعرفش اذا كانت عرض على ترابيزه الاتحاد ولا لا، ودي برضو من الحاجات اللي موجوده عندنا. هم كانوا حاطين بند من البنود ان لجنه التراخيص، اللي هو لجنه التراخيص، يبقى رئيسها او اعضائها من الاتحاد المصري، وهذا طبعا بند مخالف للقانون، لان من الصعب جدا ان يكون انت الحكم والخصم. فاحنا جينا اما حطينا انا والمجموعه حطينا الكلام، قلنا لجنه الترخيص اللي هم مسؤوله عن اعطاء الرخصه لابد ان تكون لجنه محايده باشراف من الاتحاد المصري. هذا البند طبعا تعارض مع ناس كثيره جدا موجودين جوه الاتحاد، علشان في بعض الامور او المصالح الشخصيه الخاصه، طبعا مش عايز اخوض فيها، اعترضوا عليها، اعترضوا دون الرجوع اللي هي او لا اقل واحد موجود بالنسبه للجنه، وده كلام ضايقني جدا. عملنا ورق استقاله استقاله جماعيه عفوا، بان احنا سايبين لجنه التطوير. بس طبعا انا قدام المشروع، والمشروع موجود، والمشروع كان ممكن في خلال سنتين او 3 سنين لو طبق باحترافيه عاليه جدا، مصر تكون قادره على تنظيم بطوله من البطولات الكبيره جدا. مصر تكون قادره على تنظيم كاس العالم للانديه اسوا بالمغرب، لانه بيشمل كل شيء، بيشمل كراسي المعارقين، بيشمل دخول الملاعب بالنسبه للجمهور، بيشمل البوابات الالكترونيه، بيشمل كمان الحمامات الخاصه بالنسبه للملاعب، بيشمل ان في غرامات خاصه على الانديه اللي مش هتطبق شروط المحترفين، وده خلال سنه، والسنه الثانيه بيدوا له مهله للاتحاد او لجنه التراخيص، على اساس ان لو ما كملش التطبيق بتاعه اعتقد انه كان ممكن يبعد خالص. وكنا ماشيين بنفس الشكل مع لائحه التراخيص مع مجموعه من الشباب بتوع الجامعه الامريكيه على تنظيم وتطوير دوري الدرجه الثانيه، وده كان بنفس القصه، دوري محترفين لدوري الدرجه الثانيه. سيبك من الدوري اللي موجود، لا دوري جغرافي، دوري انتخابي. كنا عاملين دوري محترم في 24 نادي، يبقى دافع قوي جدا، يبقى نتاج كويس، يبقى كمان ممكن يكون محطه كويسه جدا لدول الممتاز، اسوه بكل دوريات العالم. وهذا لم يطبق نظرا زي ما قلت لك لبعض الامور الخاصه في البند الوحيد اللي هو ان لجنه التراخيص اللي موجوده لابد ان تكون لجنه محايده بعيدا عن اي عضو من اعضاء الاتحاد المتواجدين. كان الحاج محمود الشامي يعلم هذا الكلام، ويمكن انا من بعد ما عرفنا ان تعارض البند دوت او ناقشوه او اتضايقوا منه او زعلوا منه، او في ناس قالت لا ازاي ومش عارف ايه، لازم يكون في حد رئيس لجنه. طبعا كلامنا كان استقاله جماعيه كلنا بالكامل، مع الدكتور فضل الله، وكان معايا العميد حازم غريب، وكابتن هاني العقبي، كابتن هيثم فاروق، كابتن احمد عبد الله، مش عاوز انسى حد تاني، كابتن خالد رفعت. كانوا مجموعه كويسه جدا، كنا بنجتمع كل اسبوع مرتين على الاقل 3 مرات، يمكن كان على علمك انت كمان، وبدانا نشتغل كويس. بس للاسف طبعا بعض المصالح الشخصيه اللي ليست لها علاقه بتطوير كره القدم او بتطوير الصالح العام، دي يمكن اللي بتاثر كتير جدا على مسيره بعض الشباب او الناس اللي ممكن يكون عندها فكر تصلح في جزئيه معينه.